بسم الله الرحمن الرحيم. يخلد الاتحاد المغربي للشغل الشغل العيد الأممي. وبهذه المناسبة أريد أن أتقدم باسم الاتحاد المغربي للشغل بأصدق المتمنيات لعموم الأجراء. الاتحاد المغربي للشغل يحتفي هذه السنة بالعيد العمالي بميزة خاصة. أولا نحتفل ولأول مرة في القرقرات ننظم استعراضات عمالية، ننظم مسيرات، نقوم ونرفع شعارات، وكل هذا لتثبيت أن الصحراء المغربية جزء لا يتجزأ من التراث الوطني. فالميزة الثانية كما تعلمون كنا في حوار مع السيد رئيس الحكومة منذ 25 مارس من أجل المطالب العادلة والمشروعة لعموم الأجراء، وبعد مفاوضات عسيرة، أقولها وأؤكدها عسيرة، لأن الحكومة تريد أن تسن في هذا الحوار مقاربات اقتصادية وتوازنات مالية، ونحن نريد أن يكون هذا الحوار مبني على التوازنات الاجتماعية. فحتى ساعة متأخرة من الليل يوم الأحد عشية التوقيع بقينا ساعات متأخرة من الليل من أجل صياغة اتفاق اجتماعي. هذا الاتفاق نعتبره لا يرقى إلى طموح الطبقة العاملة المغربية، ولكن في العمل والنقابي فهو مرحلة من المراحل في النضال، وانتزعنا بفضل الله وقوته زيادة عامة في الأجور ديال 1000 درهم للقطاع الخاص، للقطاع العام للجماعات الترابية، ولم يكن سهلا باش نمدوا هذا الشيء للجماعات الترابية، ثم إلى المؤسسات العمومية. على الأمل بالنسبة للقطاع الخاص أن تفتح مفاوضات قطاعية من أجل الوصول إلى اتفاقيات واتفاقات جماعية واجتماعية. ثم رفعنا من الحد الأدنى للأجر ديال 10%، وهذه النقطة أربكت وأغضبت اتحاد أرباب العمل السجان، لأنهم يتضرعون بكلفة العمل، وأنهم قاموا بزيادة سنة 2022، وبالتالي كان الوفد يترافع ديال الاتحاد من أجل الوصول إلى زيادة ديال 10%، 5% ابتداء من فاتح يناير، ثم الزيادة الثانية السنة التي تلي.